هلا وشلونكم؟ وصفتنا اليوم ترهم للغداء وللعشاء، كلش طيبة. جربوها وراح تعرفون شنو قصدي. فد شي كله جبن وبشاميل، شي كلش طيب. أول شي راح أسلق البوتيتا، قشرتها وقطعتها هيك قطع متوسطة حتى تستوي بسرعة. من استوت نختبرها ونشوفها بهذا الشكل. استوت طفينا النار، صفيناها من المي، راح نهرسها. طبعا هنا خليتها بطاوة بس بمشغلة النار. ضفت زبدة وملح وفلفل أسود وجبن، وهرستها كلش زين ووزعتها بهذا الشكل. سويتها مثل الماعون، نتركها على صفحة. وبعدين راح أقطع صدر الدجاج شرائح رفيعة مثل ما تشوفون. ضفت له ملح وفلفل أسود وبهارات دجاج وزيت زيتون وشوية خل أبيض. بعدين طاوة على النار، ضفنا صدر الدجاج وراح نحمسه كلش زين. من ياخذ لون ذهبي آخر شي من يستوي راح أضيف ذرة معلبة أو مجمدة براحتكم. من استوت نزلتها على البوتيتا اللي سويناها مثل الماعون. وللطبقة الأخيرة أخذت بصل حمسته ويا الفطر ينحمس زين. بعدين راح أضيف له مكعب زبدة وفد شوكتين من الطحين، نقلبها زين ونضيف كوب ونص حليب. هنا يعني كأنما سوينا بشاميل بس وياه فطر. انتو تريدون تستغلون على الفطر براحتكم، بس هو يعني ينطي إضافة وطعم كلش طيب، يقلبها الأكلة تماما. وضفت آخر شي ظرف ماجي. صبيت خليط البشاميل والفطر على البوتيتا والدجاج. بعدين رشيت على الوجه جبن موزاريلا ودخلتها الفرن بس من فوق يذوب الجبن ويتحمر، وصارت جاهزة بهذا الشكل. جربوها، متأكدة كلش راح تعجبكم. ولا تنسوا اللايك والمتابعة، وبالعافية.